بيقولوا لو ما كنتش بتحب ما كنتش هتزعل أصلا. في حاجة كده مهمة ومش كل الناس بقت بتقولها، بس عايزين نفكر بعض بيها، إن أوقات الزعل بيكون على قد المحبة. يعني لو شخص مش بتحبه فهو مش فارق لك أساسا، فأكيد مش هتعرف تزعل منه أصلا، لأن أي حاجة هيعملها بالنسبة لك عادي، وجوده عادي، تصرفاته عادي، هو كده كده مش فارق لك أصلا. بس لو شخص بقى ليه مكانة كبيرة عندك، أقل حاجة بيعملها بتكون فارقة معاك. يعني كلمة بسيطة منه ممكن تفرحك قوي، وكلمة تانية بسيطة ممكن تضلم الدنيا قدام عينيك. فأحيانا لما بيكون في زعل ما بينك انت واللي قدامك، ده مش معناه ان في حاجة وحشة، ده معناه ان انت بتحبه قوي. بس خلي بالك، اوقات في زعل ملوش مبرر، اوقات بيكون في حب بيأذيك. فالسؤال اللي تقدر تسأله لنفسك هنا دلوقتي حالا، هل انت زعلت من اللي قدامك في مرة عشان بتحبه قوي؟ ولا انت بومة صغنن كده في نفسك وبتحب تعيش دور الزعلان وكمان قموصة؟ فكروا في الكلام واسمعوها تاني. وجودنا في حياة بعض المفروض يكون له ميزة. لايك وشير عشان ندعم المحتوى المحترم ونوصله لأكبر عدد من الناس، ولو عجبكم الكلام ابعتوه لكل أصحابكم. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل هكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.